عمرك حسيت ان انت قاعد تشتغل وفجأة لقيت نفسك بتفتح السوشيال ميديا وقاعد عليها لساعات طويلة؟ وده بيحصل معاك فانت مش لوحدك. التشتت دوت بقى حاجة بتحصل معانا كلنا، وده بسبب تركيزنا على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتحصل حوالينا. بس انا في الفيديو دوت جاي اقول لك على 6 اسرار لو عملتهم هتزود تركيزك وهتوصل لاهدافك بسهولة. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة ويلا نبدأ الفيديو. اول حاجة، ركز على اللي هتقدر تتحكم فيه. في حاجات كتير بتحصل مش بايدينا زي الظروف او تصرفات الناس. يعني مثلا ممكن تكون بتشتغل على بروجكت او مشروع وحد يكلمك او يجي لك ظرف تضطر ان انت تسيبه. انت هنا بدل ما تركز على الحاجات او المشاريع اللي انت سايبها، ركز على الموضوع اللي في ايدك اللي انت فيه وتحاول تدور له على حل سريع وحاول تتعامل معاه بايجابيه. فركز دايما على الامور اللي تقدر تحلها، ما تضيعش وقتك على حاجات مش هتتغير. تاني حاجه، دير وقتك وحدد اولوياتك. اداره الوقت هو السر بين كل الناجحين، لان كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه بس مش كلنا بنستخدمهم صح. المهم انك تعرف ايه المهم. حلوه الحته دي، المهم انك تعرف ايه المهم، ولازم ان انت تبدا بالمهم الاول. نصيحه مني، خلي في اليوم 3 او 4 مهام اللي بيأثروا فيك عشان تركز عليهم وهم دول المهمين. ثالث حاجه، اتجنب السوشيال ميديا. مش محتاج اقول لك ليه، بس انت عارف ان دي اكتر حاجه بتشتتني. كل مره بتفتح فيها السوشيال ميديا بتبقى عارف ان انت هتقعد شويه صغيرين بعد كده هتسيبه، في الاخر بتدخل دايره ملهاش نهايه. الحل مش انك تحاول تتخلص من السوشيال ميديا، انا بقول لك مش هتعرف. الحل انك تخصص لها وقت في اليوم. يعني مثلا تقول انا هقعد على السوشيال ميديا من الساعه 5 للساعه 6، وتكون عامل منبه ان انت الساعه 6 هتسيب السوشيال ميديا. ولازم يكون عندك اصرار ان انت خلاص لازم تسيبها، لازم، ده امر حتمي. لان انت لو ما عملتش كده للاسف هتقعد عليها بالساعتين والثلاثه والاربعه، وممكن كمان تقعد عليها طول اليوم. وعلى فكره مش دايما السوشيال ميديا بتبقى ضدنا او بتبقى مضره، ساعات بتبقى مفيده، بس دوت على حسب احنا بنستخدمها في ايه. رابع حاجة، حدد أهداف واضحة. لما تبقى عارف هدفك كويس ده بيبقى من الصعب إن أنت تتشتت، لأنك عارف هتعمل إيه فهتوصل. كل خطوة هتتقدم لها هتقرب أكتر لهدف. الناس الناجحين دايما هدفهم واضح زي الشمس. خامس حاجة، العادات اليومية الإيجابية. حب أعرفك يا صديقي إن أنت حياتك ديت عبارة عن شوية عادات بتعملها في اليوم، فكل ما عاداتك بتبقى حلوة كل ما حياتك هتبقى احسن. عاداتك بتأثر على النتيجة اللي هتوصل لها. عشان كده دايما حاول ان انت تبني عادات يومية ايجابية، زي ان انت تتمرن تمرين خفيف في اليوم او تقرا كتاب لمدة 30 دقيقة. كل الحاجات ديت ممكن تعتبرها صغيرة بس هي بتفرق معاك على المدى البعيد. وحاول ان انت تضيف العادات المهمة في اول يوم عشان ده هيساعدك على التركيز اكتر. سادس حاجة يا صديقي، اتحكم في البيئة المحيطة. البيئة اللي حواليك ليها تأثير كبير عليك. قلت لكم يا جماعة حلوة، اقسم بالله انا بقول شعر. بتأثر على انتاجيتك وتفكيرك وبتأثر على كل حاجة، لأن البيئة ديت تعتبر المكان اللي بتخرج منه. فأنت هتخرج منه لا إلا إنسان ناجح لا إلا إنسان فاشل. فده اللي بيحدده البيئة اللي أنت عايش فيها. مع كده إن أنا بقول لك لازم تعيش في بيئة ممتازة فيها كل حاجة متظبطة، لا ده مش مفهوم البيئة. مفهوم البيئة كبير قوي، فده احنا هنعمله فيديو لوحده، استنوه. بس على الاقل المكان اللي انت هتشتغل فيه او تذاكر فيه لازم يكون هادي ومترتب عشان يساعدك على التركيز وما يزعجكش. على الاقل رتب المكان اللي انت هتذاكر فيه او تشتغل فيه قبل ما تبدا. الموضوع بسيط خالص. التشتت بيأثر على حياتنا اليوميه، لكن لو قدرت تتحكم في وقتك وتدير اولوياتك وتدير او تنظم المكان اللي انت قاعد فيه فهتقدر تركز وتحقق اهدافك. لو حسيت ان الفيديو ده فادك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك مش هيخسرك حاجه. سلام.